الحائط الساند مش لازم يكون جاي عليه السقف. الحائط الساند وظيفته الرئيسية واللي باينة من اسمه ان هو حائط ساند، حائط بيسند تربة الردم في حالة انه حائط في بدروم، او بيسند المية في حالة انه حائط في حمام سباحة او خزان مية. هوريكم في الفيديو ده حائط ساند انا منفذه في شغلي عندي، مش جاي عليه سقف، وبنينا فوقيه حطة التانية من مباني السور، وردمنا الدفان اللي بره وما حصلش فيه اي مشكلة، علشان القواعد الشريطية بتاعته ابعادها صح، تصميمها صح، تنفيذها صح. الحائط الساند نفسه تصميمه وتنفيذه صح، وردمنا على طبقات ودكينا الطبقات دي. يلا بينا نشوف الحائط الساند ده على الطبيعة. ده كده الحائط الساند زي ما انتوا شايفين كده. الحائط الساند مش جاي عليه سقف تماما. القطعة هنا عبارة عن قطعة ناصية على شارعين. الشارع اللي في الوش ده جزء الحيطة اللي فيه جاي عليها سقف، اما الجزء الطويل ده والجزء الاكبر من الحيطة ما عليهوش سقف زي ما انتوا شايفين كده. صبينا الحائط الساند، بعد كده عملنا الردمة والدفان اللي بره، وبعدين بنينا السور اللي فوق، والحمد لله مفيش اي مشكلة. هوريكم دلوقتي الدفان من بره. ده كده شكل الحائط الساند من فوق، وشكل الحطة التانية من مباني السور اللي اتبنت فوقه. هوريكم دلوقتي الحائط الساند من بره علشان نشوف الرمل او الدفان اللي اتعمل بره. زي ما انتوا شايفين كده ردمنا حوالين الحائط الساند بالكامل، والحمد لله مفيش اي مشكلة. ده كده جزء الحائط الساند اللي جاي عليه سقف.